النهاردة يا صديقي هتحصل ظواهر كونية غريبة ونادرة والأول مرة تتجمع مع بعض في وقت واحد. طيب إيه سببها وهتحصل إزاي وليه هتحصل أصلا؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده، بس ما تنساش تعمل لايك وشير لأصدقائك علشان ما يفوتوش الحدث ده. تخيل إنه الكون قرر فجأة يطفي أنوار السماء كلها علشان يجهز المسرح لأكبر عرض فلكي النهاردة الأربعاء 12/8/2026. القمر الجديد هيختفي تماما ويسلم السماء ضلمة سودة نقية، مش علشان ينام إنما علشان يكون مهندس إضاءة كونية، ويسمح لست كواكب و100 شهاب في كل ساعة إنهم يبقوا تحت دائرة السطوع الخافت في الليل. ووقتها السماء مش هتكون مجرد فضاء مظلم، دي هتكون لوحة فنية مرسومة بعناية، من كسوف الشمس لسطوع الشهب واصطفاف الكواكب وميلاد المحاق، وكلهم هيتجمعوا في توقيت واحد وكأنهم متفقين على الميعاد ده يتقابلوا فيه مع بعض. لو عايز تعرف أكتر عن الأربع ظواهر اللي هيتجمعوا مع بعض النهاردة الأربعاء، تابع معايا الفيديو للنهاية. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لكل جديد. لو فاكر يا صديقي إنه النجوم والكواكب بتتحرك في الفضاء بشكل عشوائي، فالنهاردة هغير نظرتك تماما، لأنه سماءنا هتستقبل حزم من الألعاب النارية الكونية، وفي نفس الوقت 6 كواكب هتوقف في طابور واحد في عرض مبهر. والسر في الوضوح اللوحة دي هو البطل الخفي القمر الجديد اللي هينسحب من المشهد علشان العرض الرائع ده يبان. الظاهرة الأولى اللي عندنا صديقي هي ظاهرة القمر الجديد أو المحاق، ودي ظاهرة بتحصل كل 29 يوم ونص. القمر وقتها بيكون بدون إضاءة وفي وش الشمس ووش الأرض، وأحيانا بيترتب عليها كسوف للشمس وأحيانا تانية لا، وده متوقف على ميل مدار القمر بالنسبة لمدار الأرض حوالين الشمس. فممكن تتكرر الظاهرة دي ومش بالضرورة كل مرة يحصل كسوف للشمس، ولكن من حظنا المرة دي إن الميل هيخلي كسوف الشمس يحصل. الظاهرة التانية صديقي لو ما تعرفش، فكسوف الشمس مش إنذار شؤم ولا نهاية عالم زي ما ناس كتير بتطلع عنه كلام. دي ظاهرة كونية عادية جدا ومكررة، واللي بيحصل فيها إنه القمر بيبقى معدي ما بين الشمس والأرض، بيبقوا التلاتة على خط واحد، وفي اللحظة دي نور الشمس بيتحجب عن الأرض وفي منطقة معينة، وهو المقصود ده بالكسوف. الكسوف يا صديقي نوعين، الأول جزئي يعني جزء بس من الشمس بيتم حجبه من خلال القمر، والنوع الثاني كسوف كلي يعني الشمس كلها بتبقى محجوبة عن الأرض. وفي اللحظة دي الظاهرة دي ممكن دول تلاحظها بوضوح ودول تانية لا، على حسب كل مرة